السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي قناتي وانا رانيا، ولو اول مرة تشوفوا الفيديو ما تنسوش تكملوا للاخر، ولو عجبكم اللايك والاشتراك. احنا معانا النهاردة وصفة الورق العنب. يعني حاجة كده دايبة دوب، ويعني مش ناشفة، واللحمة معايا مستوية، والورق العنب معايا مش مكبوس خالص، واللحمة مستوية جدا. للناس اللي ورق العنب معاهم بيطلع مكبوس او مش مستوي، وللناس اللي اللحمة بتاعتها ما بتبقاش مستوية في قلب ورق العنب. حاجة كده جمدان. عندي هنا حمرت 3 4 بصلات محترمين كده على النار. اول ما بدأوا يدخلوا في اللون الاصفر او اللون الذهبي حطيت عليهم كمية الطماطم بتاعتي. انا بحبه احمر، فكنت عاملة حوالي دورق ونص من الخلاط طماطم. اول ما استبكت معايا نزلتها من على النار لحد ما بردت تماما. غسلت كوبايتين الرز بتوعي وصفيتهم كويس جدا، وكميه البقدونس والكزبره والشبت اللي عندي قطعتها وحطيتها زي ما انتم شايفين كده، كله على البارد. في خطوه الورق العنب مش بحط الكزبره على النار. في ناس في الكرنب بيحطوا الكزبره على النار، لا. الورق العنب يا دوب بسبك بس طماطم على النار، والرز والخضار بتاعي او الخضره بتاعتي بحطها بره النار. هنا ملحت بملح وفلفل وبابريكا، ولو عايزه شطه ناشفه براحتك، دي اختياري. عندي هنا كنت منضفه ورق العنب وسلقاه كويس جدا، والعيدان بتاعته دي مش برميها خالص، لا. انا بحب احطها في قعر الطاجن او الحله بتاعتي، براحتك. في ناس مش بتحبها او مش بتفضلها، لا انا بحبها. قبل ما احط رقه البصل او الطماطم بتاعتي ان احطها. مش حابه وما بتفضليهاش مفيش مشكله خالص، حطي البصل والطماطم بتاعتك بس، برضو بتبقى نتيجتها حلوه. بس انا بحس ان هي بتدي لها قوام مسبك كده، وبتدي يعني طعم حلو. انا ما اعرفش كل الناس زي ولا لا، بس هي حلوه جدا صراحه. حطيت الطماطم والبصل بتوعي، وانا عندي اللحمه هنا يا دوب كنت مدياها صدمه او تشويحه لحد ما غيرت لونها، بس زي ما انتم شايفين ما عملتش فيها اكتر من كده. انت لو مش متاكده من قطعيه اللحمه بتاعتك ممكن تشوحيها وتديها كوبايه ميه بس، اللي هو غلوه كده، لو مش متاكده ان هي هتستوي ورق العنب. بس عموما اي لحمه في المحشي او في الورق العنب بيستوي. عندنا الورق العنب في جنب منه بيبقى مخطط كده وخشن، والجنب بيبقى ناعم. الناعم ده هو اللي بيتحط عليه الرز. الخشن او المخطط ده بيبقى بره، ما بيبقاش في قلب المحشي. الناعم هو اللي بنحط عليه الرز، وبنلفه بنفس الطريقه اللي انتم شايفينها كده. بقفله من الجوانب كويس جدا، ومش بكتر الحشوه فيه علشان الرز ما يخرجش بره، او الصبع بتاعي يبقى كبير بعد السوا. بنفس الطريقه اللي انتم شايفينها دي سهله جدا. بتفردي الورقه قدامك، بتحطي مقدار الرز بس مش بتكتري، وبتبرمي زي ما انت شايفه كده. يعني بيطلع معاكي زي السيجاره كده، حاجه صبع مستوي، قطعه واحده. زي ما انت شايفه الورقه الناعمه او الجنب الناعم هو اللي بيتحط عليه الرز. خلصت الكميه بتاعتي كلها، جاهزه دلوقتي انا احطها على النار. انا كان عندي شوربه او مرقه جاهزه عندي. لو انت مش عندك بتجيبي كوبايتين او مقدار الميه اللي انت عايزاه سخن، بتحطي فيه معلقتين صلصه ومعلقه بابريكا، ولو حابه تحطي دبس رمان. انا هنا زودت يعني مش غطيت الورق العنب، لا، ورق العنب يعني كان يعني انت شايفه من الطروف كده ناقص حاجه بسيطه، لانه لسه بيغلي وبيزيد. فانت لو يعني مش بتحبيه معجن او بتحبيه مستوي بس ما يكونش معجن، هو زي ما انت شايفه كده من الطروف ورق العنب الميه مش واصله للاخر. اول ما يبدا يغلي والميه تختفي من على الوش تماما، بشيل الطبق اللي انا حطيته. والطبق ده مهم جدا عشان لما يغلي ورق العنب ما يتفتحش. بشيله وبهدي عليه النار وبغطيه وبسيبه براحته تماما. وبرده ورق العنب لما احط عليه الطبق مش بغطيه علشان لما بيغلي بيفور. هنا كان استوى معايا، وسبته لما هدى شويه علشان اعرف اقلبه. زي ما انتم شايفين كده حاجه تحفه، مفيش احلى ولا اجمل من كده. ورق والعودان ورق العنب ما ضايقتنيش، لا بالعكس كانت يعني حلوه جدا. وكنت حاسه ان متسبك، والطماطم طبعا مع الغليان ومع الشوربه او المرقه بتعمل زي صوص كده، بتبقى خطيره صراحه. بسم الله ما شاء الله قوه الا بالله. يعني اتمنى كل اللي يشوفه يصلي على النبي. حاجه كده مفيش احلى ولا اجمل من كده. الناس اللي بتحب الورق العنب او البنات اللي لسه مبتدئه، مفيش اسهل من كده. هو يمكن تقريبا افضل من الكرنب كمان، مش بياخد دوشه كبيره زي الكرنب او زي اي محشي تاني، لا. وحاجه في الاخر نتيجه حلوه جدا، وطعم مفيش احلى ولا اجمل ولا ألذ من كده. اتمنى تجربوا الوصفه
واتمنى تعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو.